مساء الخير جميعا. نرحب بكم اليوم في منهاج اليوم الثاني من مهرجان عيد الصليب المقدس في كاتدرائية مار آلاها. أهلا وسهلا بسيادة المطران مار أبرس يوحنا، جزيل الاحترام، الآباء الكهنة، الأخوات الراهبات، أيها الجمع والشعب المؤمن. نجتمع اليوم معا لنعيش أجواء الإيمان والفرح، ولنرفع صلواتنا شاكرين الله على نعمة الصليب الذي به نلنا الخلاص، ولنواصل مسيرتنا الروحية بترانيم ومشاركات تملأ القلوب بالرجاء والمحبة. الصليب علامة انتصارنا وفخرنا، واليوم نفتخر بمشاركة جوقات قادمين من رعايات مختلفة لنرنم ونصلي مع بعض في هذه الأوقات المباركة. فليتفضل راعي الخورنة الخور أسقف الأب يوسف ياقو لإلقاء كلمته بهذه المناسبة، مشكورا. بسم الآب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا وسهلا سيدنا أبرس، جزيل الاحترام. أكيد فرحتنا كبيرة بحضورك الأيام، وإن شاء الله دائما مستمرة بآباء الكهنة كلهم، بالشمامسة، بالأخوات الراهبات. أحبائي أعضاء الجوقات، إخوتي وأخواتي في المسيح، أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا تحت راية الصليب المقدس، رمز خلاصنا ورجائنا. إن اجتماعنا اليوم ليس مجرد تحضير أو تدريب، بل هو فعل عبادة ومشاركة روحية نعيشها معا كجسد واحد في المسيح، حيث يوحدنا الترنيم في لغة واحدة هي لغة التسبيح والشكر. أنتم أيها الأحبة لستم فقط جوقات تغني بأصواتها، بل أنتم خدمة المذبح بالكلمة واللحن، تنقلون رسالة الإنجيل بطريقة تدخل إلى القلوب وتفتح النفوس على عمل الروح القدس. بالصوت الجميل والإيمان الصادق تصبحون أنتم أنفسكم شهودا للقيامة ولانتصار الصليب. أدعوكم أن تضعوا كل موهبة وكل نغمة في خدمة الرب، وأن تجعلوا من ترانيمكم صلاة حية ترفع النفوس وتوحد القلوب، لتكون جوقاتنا في هذا المهرجان شهادة حية للمحبة والوحدة في المسيح. فلنبدأ هذا اللقاء بروح الرجاء والفرح، طالبين شفاعة الصليب الكريم ليظل لنا علامة انتصار وحماية وبركة دائمة على حياتنا ورسالتنا. المجد للرب دائما آمين. شكرا جزيلا أبونا يوسف. رح نبدأ لقائنا اليوم مع جوقة مار آلاها الكلدانية وترتيلة مريم شيحة. مريم شيحة بشلق ريحة
شكرا جزيلا لجوقة مارئيث آلهة. نستمع الآن مع جوقة كاتدرائية مريم العذراء وهم يرتلون ملك دروما تاوي كلن مليلة، فليتفضلون. لا
وطراي قورا ومعغلاي كيبا قلوا لي دا يكوبر دهانا وشبا عياله بعلي زثة بين التل ميذاو بعث ولا شكاخته وأنا وشبا عيالي جنانا قليلي قليلي وبادقلي ديك وبر خبي دهانا وشبا عياله دانو يو ذايه خي ويصا لوه وعلى قيسا تلاقوي وانا وشبا عيالي هن للياب الأغلى وطرنا غلا طراله وشمون ثلاث كبر به وهانا وشبا عياله ويا اليوم ذايه واتثل خابره صلوا الوار ما قام وانا وشبا عيالي شكرا جزيلا لجوقة كاتدرائية مريم العذراء. عندما نتأمل في الصليب ندرك أن الألم يمكن أن يتحول إلى رجاء، وإن الظلمة تفسح المجال للنور، وإن الموت نفسه أصبح طريقا إلى القيامة. نصغي الآن إلى جوقة مار غورغيس الشهيد من مانجيش مع ترتيلة أوديلم قم كل علم وترتيلة صليبك يا رب. إني أحب الرب لا لأربح النعيم
الحياة يسوع السلام امنحنا الأمان والحب والحنان صليبك يا رب صليب الفداء حملته يا رب خلاصا لنا صليبك يا رب صليب الفداء حملته يا رب خلاصا لنا صليبك يا رب صليب الفداء حملته يا رب خلاصا لنا صليبك يا رب صليب الفداء حملته يا رب خلاصا لنا شكرا جزيلا لجوقة مار غورغيس. في كل مرة نرفع أعيننا إلى الصليب نتذكر إن المسيح حمل خطايانا بفرح ليعلمنا إن المحبة الحقيقية تعطي ذاتها حتى النهاية. نبقى الآن مع جوقة مار قرياقوس من قرية بيروزاوا لنصلي معهم ترتيلة هللويا وترتيلة إن آلها عمن آيله. شاب
لها بهراقة هاو بتشاوي أورخة هم زميات وشراياتان أني من بالكلاياتان لها بهراقة هاو بتشاوي أورخة هم زميات وشراياتان ماني من بالكلاياتان ما خاكي خوابت ساطي إن قرخ لبيت أتي لها يا مطرخمي الهوى رمبيت مطي ما خاكي خوابت ساطي إن قرخ لبيت أتي لها يا مدرخمي الهوى رمبيت مطي لتخاخل أجو الماء من خبيبة بارشلن لا خايق بموتا من خبيبة بارقلن لتخاخل أجو الماء من خبيبة بارشلن لا خايق بموتا من خبيبة بارقلن إن ألاماني ليه ماني بكالي بارغولن إن ألا دياني ليه ماني بكالي بارغولن ماني بكالي دارغولن. شكرا جزيلا لجوقة مار قرياقوس. الصليب ليس خشبة عادية، بل هو العرش الذي جلس عليه المسيح ليعلن محبته للعالم كله. هو الجسر الذي عبر بنا من الموت إلى الحياة. ننتقل الآن إلى جوقة مار عودة من كنيسة مار إيث آلها لنستمع إلى ترتيلة معلو عمز ماروخن وآذيلة إيذت بسخوثة. إذا صليوة حية هاو بريخة الكل عمديا يا إيش عم خلصانة إنه صليوة يقورة تخاطر دمصل حتى من باب شميانة وأوذتن خنواثة طالوخ من بثر ما دعصيلي باب واثن قماي
آدم وحاوى فقدانة باب شميانا تخلق أرخى قصلي وقديشة تبنيناشة بين أرقى وشمية هذا كلنا نقم يقرخ لصليوة بيغم بشلي رمزة تخلاص ديا بقوئيش ومشيحة آوت كم طأني ومحمل شقيوثي هالموثى يا آلهك شكر خلق اللي دآذي طوطة قرستا دلكث يا البرقات قملو غقاوة حتى خاطر دم خلصتان من موثى أبدينايا آمين صليوخ يا مريا ويل طالن أرخت برقانا وبهرة تخاين إيقارة وهيمانوثة شكرخ شمخ آية يا مارن ومخلصانة تخاين إديو بتخرخ صلي ومعجبة ديشع دثيل مرومة دشمية دهاوي محيانا كل يومات تخاين هاوي قامخ مبارخ ليماري اتخاهق بعجبونخ وتخرق دي ودحذيرة امن قربانا دها هوت امن كل عدانا كلنا مخقالة بسيمة مزمرغ لاذي عجبوثة آمين Yeah.
شكرا جزيلا لجوقة مرعودة. حينما ترفع نظرك إلى خشبة الصليب المعلقة فوق الهيكل، اذكر مقدار الحب الذي أحبنا به الله، حيث بذل ابنه حبيبه لكي لا يهلك كل من يؤمن به. القديس أفرام السرياني. الآن تقدم لنا جوقة مرنرساي ترتيلة عمي وإمواثا وترتيلة أو بني عيتم شيخيته.
شكرا جزيلا لجوقة مارنرساي المبدعة. لا نستحي من الصليب لأنه مكتوب أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. لنستمع الآن مع جوق الطفل يسوع للصغار لكنيسة مارئيث آلاها مع تراتيل يا عمر ووزو وترتيلة خليني قرب الصليب. من عمقات الباب صخور حب وشوها
سال المجرى من دم الفدي الحبيب داء نفسي يبرأ في الصليب راحتي بل فخري في حياتي وكذا بعد دفن القبر قد محى عند الصليب دم ربي إثمي وعن القلب الكئيب زال كل الهم في الصليب راحتي بل فخري في حياتي وكذا بعد دفن القبر قد رأينا في الصليب قوة الرحمن إذ بدا أمر عجيب فدية للجاني في الصليب راحتي بل فخري في حياتي وكذا بعد دفن القبر شكرا جزيلا لجوقة الطفل يسوع. الصليب هو العلامة التي وحدت السماء والأرض، هو سر الغفران الذي فتح لنا باب المصالحة مع الله وأعطانا حياة جديدة لا تنتهي. نصغي الآن إلى جوقة مار جورجيز لكنيسة المشرق الآشورية مع التراتيل أرخى دصليوثا ويا باروقة.
شكرا جزيلا لجوقة مار غورغيس. الصليب هو أعظم درس في التواضع والطاعة، فالمسيح أطاع حتى الموت، ومن خلال طاعته أعاد للإنسان كرامته وأعطاه رجاء لا يزول. نبقى الآن مع جوقة مار غورغيس من بادرش لنصلي معا ترتيلة لبن نشقلب سخوطة وترتيلة لولا الصليب. لبان
شكرا جزيلا لجوقة مار جورجيس. الصليب فتح الفردوس وأدخل اللص وأوصل البشر إلى ملكوت السماوات بعدما اقترب من الهلاك وصار غير مستحقا. لنستمع الآن مع جوقة مار يوحنا من داودية وهم يرتلون يا بابي قمصليوخ وترتيلة إيشو عمشيحة نبوءة حبة.
شكرا جزيلا لجوقة مار يوحنا. عيد الصليب هو دعوة لكل واحد منا كي يحمل صليبه بفرح ويتبع المسيح في طريق الخلاص. منه انطلقت رسالة الغفران التي وصلت إلى كل قلب عطشان للسلام. نصغي الآن إلى جوقة مار إيث آلها مع ترتيلة صليوخ يا مارن إيشا. شكرا جزيلا لجوقة مار إيث آلها. الصليب ليس مجرد رمز، بل هو علامة حب الله الذي بذل ابنه الوحيد من أجل خلاصنا. في عيد الصليب نتأمل في عظمة الفداء الذي عاد للإنسان حريته وكرامته. نبقى الآن مع ترتيلة شكرا لله الختامية لجميع الجوقات المشاركة. يقودنا في موكب النصرة كل حين، كالفقراء لا شيء لنا ونحن نؤمن بكثيرين. شكرا لله الذي يقودنا
أكيد نتقدم جزيل الشكر لكل الجوقات المشاركة اللي فعلاً أغنوا المهرجان بأصواتهم العذبة وإدائهم الروحي المميز. راح أطلب كل من سيادة المطران مار أبرس والخور أسقف أبونا يوسف حتى يتفضلون ويوزعون الدروع على الجوقات المشاركة. تفضلوا. الآن ندعوكم جميعاً للتوجه إلى باحة الكنيسة للمشاركة في العصرونية اللي أعدها لنا كوفي شوب الأخوة. شاكرين لهم محبتهم وخدمتهم، نتمنى منكم أن تدعموهم بتشجيعكم وحضوركم، فوجودكم هو فرح لهم وبركة. أكيد راح تستمر بطولة لعبة المنضدة في قاعة الكنيسة طيلة أيام المهرجان. شكراً جزيلاً لكم.